ودي وده مطبخ ليلى. احنا النهارده هنعمل شاي كرك. انا مغرمه بيه من ساعه لما دقته في الامارات، مغرمه بيه جدا يعني، وجربت ليه كذا طريقه عشان اوصل للطعم اللي انا جربته. المشهوره في بيه الامارات، بس ما كنتش بوصل الصراحه. انا جربت اكرمل السكر واعمل عليه الشاي والهيل ما ينفعش. جربت بالحليب المحلى المكثف برضو ما طلعش نفس الطعم. لغايه لما جربت الطريقه دي، عملت شاي عادي تقيل، حطيت عليه هيل. هو الاساس هو الهيل. وبعدين كتري بقى، يعني زي ما انت عايزه، حابه تحطي 4 5 زي ما انت عايزه. الهيل هو اللي بيديله طعم، كل ما كان حلو واخضر بيدي طعم احلى. حطيت زعفران. وطبعا الاساس الحليب المبخر. الحليب المبخر هو اساس الوصفه دي، لان يعني انا حاولت بكذا طريقه تانية، بس هو ما كانش بيطلع زي ما عملته بالحليب المبخر. هنا حطيته على النار وسبته يغلي 5 دقايق، وبعدين فضل يغلي ووطيت النار خالص. اوبس، شفتوا اللي حصل؟ الحليب المبخر كنت فاتحاه قبل كده واستخدمته كذا مرة يعني. هو انا حطيت هنا كوباية من الحليب المبخر، وهسيبه برضو تاني على نار هادية خالص يغلي. نار شعلة. شلت الغطا عشان خاطر ما يفرش، بس بيفضل يغلي. وبعدين ببتدي اصب. انا طبعا بصفيه عشان اللي فيه ده ما ينزلش. هو البراد ده فيه مصفى، بس انا ما بحبش استخدمها. بحب الشاي يبقى تحت مع الشاي، يعني مع الميه. بس في الاخر خالص بضيف السكر على حسب الرغبه. اللي عايز يشرب مسكر يشرب، اللي عايز يشرب من غير سكر يشرب. هو اصلا من غير سكر طعمه وهمي. بجد الوصفه دي اقرب وصفه للطعم بتاع الامارات. اقرب وصفه بجد، اللي هيجربها مش هيندم ابدا ابدا ابدا. من احلى المشروبات اللي تتشرب. هو مشروب شتوي، بس انا بشربه في اي وقت الصراحه، وهو اصلا تحفه صراحه. انا قدمته مع تمر، ممكن تشرب مع بسكويت، كله يعني ينفع. الاضافات يا جماعه، الاضافات اختياري. اي اضافه عايزه تحطيها اختياري. عايزه تحطي قرفه خشب حطي، عايزه تحطي هيل قرنفل حطي، اللي انتي حابه حطيه ده اختياري. بس هي اساس الوصفه دي الهيل او الحبهان زي ما بنقول عليه في مصر. بس كده، وبالهنا والشفا. واكتبوا لي اعمل لكم وصفات ايه تاني. هستنى رايكم. باي. واللي يجربها يقول لي رايه. باي باي.